حياكم الله بقناة ورشة منزلية. اليوم عندنا نقل نبات داخلي. كنت أنقل وقلت خل أصور للفائدة. أول شي نثقب السندان، ما يصير ننقل بسندانة بدون ثقوب حتى نصرف الماء الزائد عن حاجة النبات. بعدين أخلي قطعة من الحجر، قطعة من الفلين، صلابيخ. أهم شي الثقوب ما تنسد بالتربة حتى أقدر أتخلص من الماء الزيادة. بعدها راح أجي أنقل التربة ينصح بها عادة أبو المشتل إنها تكون بس بتموز. أنا خليت وياها رمل، بس الرمل ناعم ومغسول أكثر من مرة حتى ما بي أي ملوحة. يجي دور النبتة. أول شي أخليها بالسندانة حتى تاخذ استقرار، بعدين أجي أنقلها، أدخل صابعي ما بين النباتات، أقلب السندانة وأضغطها من الأسفل وبعدين أسحبها حتى آخذ النبتة كاملة، ما تتكسر التربة وما تتقطع الجذور. بعدين أجي أحركها شوية هيجي تحريكها مع الدغدغة مو أكثر حتى أتخلص من التفاف الجذور وتمشي الجذور الجديدة بالتربة الجديدة. هذا حسابي على انستغرام، لا تنسون متابعتي، كلمات فور يو، وراح أخلي الرابط داخل الوصف، ضغطوا عليه وانتقلوا للانستغرام. شكرا مقدما. وأجي أضيف التربة على الجوانب إلى أن تمتلي السندانة الجديدة. يفضل أنه تكون السندانة أكبر حجم من السندان القديم. يعني أنا نقلت بس السندان كجمالية لأن ما حصلت حجم أكبر. بعد ما أنقلها لازم أضرب السندانة بالأرض حتى التربة تنزل للأسفل، مو أهزنها، لا أضربها بالأسفل، بس لأن السندانة سيراميك والأرض سيراميك خفت إنه تنكسر وما صورت شلون أضربها بهذا الشكل ضربة خفيفة حتى تاخذ استقرار. هذا النبات هو نبات الزامبيا، نبات كلش بطل بالتحمل، يتحمل العطش إذا عندكم سفر، يتحمل الحرارة ويحتاج عناية قليلة. أخلي إلى ما بعد ما نقلته 400 مل، واللي ما يعرف 400 مل هو مشابه لهذا الجلاس اللي موجود بإيدي. نبات كلش يحتاج رعاية قليلة، لذلك اللي مبتدئ بالزراعة خليه ياخذ هذا النبات وكلش راح يتوفق إن شاء الله. بعد شنو أريد أقول، هاي المرجوحة صناعة خاصة، إذا تردون إن شاء الله أصور لكم إياها، ولا تنسون من المتابعة. مع السلامة.